الفرق بين محضر الشرطة والبلاغ. كتير مننا بيسمع عن محضر وبلاغ وبيفتكر انهم نفس الحاجة، لكن في فرق مهم لازم تعرفه عشان تبقى فاهم حقوقك القانونية. ببساطة الاتنين ليهم علاقة بإخبار الشرطة عن واقع معين، لكن كل واحد ليه طبيعة مختلفة شوية. البلاغ بيكون إخبار رسمي للشرطة عن وقوع جريمة أو أي حدث يستدعي تدخلهم. ممكن تقدم البلاغ شفويا أو كتابيا أو بالتليفون، ومش شرط لازم تكون أنت المتضرر عشان تقدم البلاغ. مهمة الشرطة هنا بتبدأ التحريات وتجمع المعلومات عن الواقع. أما المحضر ده بيكون مستند رسمي بتكتبه الشرطة للتحقيق أو إرساله للنيابة العامة للتحقيق، أو بيتم إرساله لتحريات المباحث أولا لتقفيل المحضر. المحضر ده بيتسجل فيه أقوالك واللي حصل عن الموضوع اللي حضرتك بتبلغ عنه في المحضر بإجراءاته كلها. ممكن تقدم فيه أدلة بتساعد معاهم في المحضر لما يتعرض على النيابة العامة عشان يقوي موقفك. المحضر بيكون ليه رقم قيد والتاريخ بتاعه، ويعتبر وثيقة رسمية من أول ما حضرتك بتوقع عليه. الخلاصة في الموضوع إن البلاغ هو الخطوة الأولى لإخبار الشرطة عن الواقعة، أما المحضر فهو بيكون التسجيل الرسمي لبدء الإجراءات اللي بتقوم بيها الشرطة والنيابة بناء على البلاغ ده. فهمك للفرق ده مهم عشان تعرف إيه حقوقك وواجباتك في كل مرحلة. لو عندك أي استفسار قانوني الأفضل تستشير محامي متخصص. ودي كانت دقيقة حقك النهاردة، استنونا في الحلقة الجاية.